عسلامة، صح شربتكم إن شاء الله رمضانكم مبروك ونعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم باش نعملوا كنافة كما قاعدين تشوفوا، مزيانة وحلوة وبنينة على الآخر، وزيد تعملها في الدار وحدك. أول حاجة باش نبداو بالشحور، باش نخليوه يبرد. عنا كيلتين سكر عليهم كيلامين، خلطوهم مليح كما قاعدين تشوفوا. وبعتالي نعملوا عليه معصرة قرص في الاخر بعد ما يطيب، وزيد يغلي شويه ونطفيو عليه النار كما قاعدين تشوفوا. توا باش نحط الماء ونحركو، نحاولوا نحلو شويه السكر بالكدا. وتوا باش نحطو على النار يطيب في عقله. وتوا باش نعمل الكريمة، كريمة القشطة. هي عنا 400 مليلتر من الحليب، عليهم 4 مغارف شاي، وعليهم قد ما تحب تحط سكر، اما اني حطيت 3 مغارف سكر خاطر احنا ديجا من بعد باش نشحروها الكنافة باش هاكا حلوة بطبيعتها هي. طيب باش نخلطوا المكونات بالبارد كما قاعدين تشوفوا. منعرفش علاش بيه التليفون هكا يعمل. نخلطوا المكونات مع بعضهم بالكدا وبعتالي في البارد، ومن بعد نحطوهم في الكاسرونه ونطيبوهم في الغاز، على الغاز كما قاعدين تشوفوا. توا نحرك بالباهي في البارد. توا حطيتها على الغاز باش تطيب، خليوها تطيب عقلها. وحطيتها اني في صحن فلا كما قاعدين تشوفوا بردت، وحطيت عليها بابي فيلم باش ما تعملناش القشره الفوقانيه، وبردت بالكدا في الفريجيدير. شوف كيفاش يولي القوام نتاعها. توا باش نعملها بالبرا، نحطوا عليها شويه كريم فريش. كريم فريش راني حطيت حكيت 4 مغارف. تنجم تعمل 2 مغارف كريم فريش، 2 مغارف ريغوتا تجيك بنينه على الاخر زاده. حطينا توا 2 مغارف كريم فريش كما قاعدين نشوفوا. باش نحطوا الماء الورد، تحب تحط على الترشيه، تحب تحط زهر ولا ماء ورد. حطيت ماء ورد يعني. تنجم تحط سكر الفاني، كان تحب هكا فاني قول فاني حط فاني، اما يا حبذا ماء ورد تعطي قوه بنينه على الاخر. توا كما قاعدين تشوفوا نعملها بالبرا هكا، ندمجوا المكونات الكل مع بعضهم. توا نزيد مرة أخرى الكريم فريش، حكاية مغرفة هكا مش برشا. نزيدو نخلطوها بالباهي كما قاعدين تشوفوا. نوسعوا بالنا، نحاول ما نخليوش فيه الكعابر، نعملوها بالباهي ما نخليوش فيها الكعابر. توا كما قاعدين نشوفوا عملتهم بالبرا. توا قاعدة نتأكد كونه فماش كعابر ولا حد شيء. خليوها على جنب هذه. توا باش نبداو بالكنافة. الكنافة عنا 500 غرام من الكنافة، من الباط متاع الكنافة. نبداو نقصو فيهم، نقصوها كما قاعدين نشوفوا. تنجم تقص بالسكينة، معناتها قص بالمقص، اني حسيته اسهل بالمقص. باش نقصوها كما قاعدين تشوفوا بشوية بشوية. تعب شوية وتشد الليد، اما هذيك هي الكنافة كما قاعدين تشوفوا. حبيت نوريكم بالتفاصيل يعني باش تبدا واضحة بالباه.
هكا قاعد نقص بشوية بشوية كما قاعدين تشوفوا. بعد الكل باش نفتفتها ونحليها من بعضها. كل الشعرة متاع الكنافة كل شعرة لازمها تبدا وحدها. توا قاطعة تشوفوا بعد في الفيديو بالباهي كيفاه. توا قاعدة نحل فيها اني باش نسهل على روحي عملية القصان كما قاعدين تشوفوا. توا باش نبدا نفتفت فيها كما قاعدين تشوفوا في صوابع كيفاش نعملها. نحاول هيك نخليو كل شعرة من شعرة الكنافة تبدا وحدها، ونخليوش هكا الكتيلات هذوكم ولا ذوكم بعد خاطر كي نخليوهم كي تطيب تجينا يابسة معناتها ما تبداش باهي بالباهي. شوف كيفاش قاعدة اني نحل فيهم بشوية بشوية كما قاعدين تشوفوا. حليتهم هكا. هي تشد اليد اما اقعدوا معناتها حطوا طاولة وكراسي واقعدوا وعملوها. توا كما قاعدين تشوفوا هاكا واضحة في التصوير كيفاه كلها معمولة ما فيهاش وحيد لاصقين بعضهم، كل كعبة وحدها مفركة بالباهي. ديما على قد ما تبدا تخلط على قد ما تطلع لك انت فركها انت فتفتها معناتها خلي كل شعرة وحدها. توا حطيت الزبدة، نجم تخلط ما بين زبدة والسمن. مثال عنا 500 جرام من الكنافة نعملو 250 جرام زبدة ذايبة. لا تعمل لا أكثر ولا أقل، باش تعملها أقل راهي باش يجيك شايح وتجيك يابسة من بعد. ديما أعطاها غرضها بالزبدة، حتى كي عندك سمن يعطي جو باهي. راهو السمن بنين على الاخر السمن في الكنافة. توا كيما قاعدين تشوفوا شو نخلط الزبدة مع الكنافة. نحاول نلمها الكل بالزبدة، ما خليش حتى طرف هكا ماهيش شاربة الزبدة، نشربها بالباهي الزبدة في الكنافة كيما قاعدين تشوفوا. نحرك باليدين وتوا باش نحط في البلاتو. قسمت الكمية على 2. الطبقة الأولانية بالفرشة اللوطانية متاع الكنافة باش نستاهل أكثر من الشطر. علاش؟ على خاطر باش نطلع هكا على الجنابات متاع القالب، باش كي نحطوا الكريمة والفرماج ما تطلعناش على جنب كما قاعدين تشوفوا بالباهي. توا باش نحل الجبن، عندي جبن موتزاريلا. انت كي تمشي تاخذ الجبن تاخذ الجبن قول اعطيني جبن للكنافه ولا موتزاريلا عربي. هذا جبن المهم يبدا جبن ماهوش مالح. تنجم تحط جبن اكاهو، تنجم تحط الكريمه اكاهو، تنجم تحط شوكولاته، تنجم تحط شاميه زاد نورمال اما تجيك حلوه برشا. توا باش نحط الكريمه. ريتو كيفاه الكنافه طلعت البات نتاع الكنافه حطيت طلعتها على الجنابات باش كيف نحط الكريمه ما تفسدليش ما تطلعش على الجنابات منه ومنه. هاكا باش نوريكم كيفاه. نحاول نحلها بشويه بشويه الكريمه. حاولوا نحلوا الكريمه بشويه ما نخليوهاش توصل للجنابات، ديما خليه في الوسط هكا وكما قاعدين تشوفوا باش من بعد البات باش الكريمه ما تطلعناش من الجنابات وتفسد لنا الكعبه كما قاعدين تشوفوا. شويه بشويه نسيسوا رواحنا معاها.
باش نحط الفرماج زدت شويه اخرى. ما تنساوش باش تعملوا لي ابوني كانت ماكش مشاركه في القناه، وتعمل لي جيم وكومونتير ونفرح برشا كان يعجبكم الفيديو، تحطوا لي كومونتير نزيد نتشجع تشاركوني، تقعدوا ديما تفرجوا على فيديوهاتي. كما قاعدين تشوفوا صاي سمحتها بالباهي الكريمه. توا باش نحط الفرماج. توا باش نعمل توا الطبقة الفوقانية كما قاعدين تشوفوا. نحاولوا نغطيوها الكل، ما نخليوش حتى طرف معناتها من الكريمة تظهر، لازم نغطيوها الكل بالباهي كما قاعدين تشوفوا. نوسعوا بالنا بشوية بشوية معاها. توا خذيت مغرفة باش نخلي الطبقة اللوطانية والفوقانية نلصقهم لبعضهم كما قاعدين تشوفوا بشوية بشوية كما قاعدين تشوفوا. نوزر في الفيديو ظاهر باش الكريمة والفرماج ما يطلعوناش، خليهم مع بعضهم ونسمحوا بشوية بشوية. في الوقت هذا يبدأ الفور بتاعنا سخون بالباهي، ونحطوهم في الفور من اللوطة مرة الأولى طيب ومن بعد نحطها من الفوق. توا طابت الكنافة متاعنا خرجناها من الفور. اني فضل لي شويه عملت فك القوالب الصغيرات هذوك بنفس الطريقه اللي عملت بها كيف كيف. توا باش نشحروا شحورنا لازمته يبدا بارد، راهو لازم الشحور يبدا بارد والكنافه سخونه. كي يبدا الشحور في سخون راهي تفزلنا ما تجيناش باهيه، راهي لازم الكنافه سخونه والشحور بارد. توا قاعدين نشحروا فيها بشوي بشوي كما قاعدين تشوفوا. نجموا راهو ما تحبش تعمليها كبيره تعمليها في القوالب الصغار هذوما تجيكم باهيه، كل واحد ياخذ هكا وحده تجيك باهيه زاد على الاخر. نفس الطريقه ونفس اللي طاب، حطينا الكريمه حطينا الفرماج كيف كيف. جست القوالب هذوما دهنتهم بشويه زبده باش نتاكد كونه معناتها ما تلصقليش ولا حاجه، فهمت الكنافه خاطرهم الومنيوم ولا معرفش شنو الماتير نتاعهم هذاك، هنا بالله متاكده كونه ما يلصقليش. طيب كيما قاعدين تشوفوا قاعده نحط لهم في الشحور وزينوا بالطريقه اللي تحبوا عليها نتوما. زينوا بلا تحب فيك يا تحب ما تزينش بها، تحب تحط شويه نواه كوكو، تحب تخليها كيك كيما تحب انت. اني باش نوريكم كيفاه زينتها، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تكون حسنة الاضافه وبسلامه.